بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض تورتاية الشوكولاتة بطريقة حلوة وبسيطة جدا. هنعملها بكريم شانتيه والجناش بطريقة سهلة حلوة وتشرفك في أي عزومة، وكمان تشرفك في مناسبة عيد ميلاد. تعالوا كده ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا التورتية الحلوة ديت ازاي. بس قبل ما نعمل أي حاجة نسمي ونصلي على رسول الله ونشوف احنا عملناها ازاي. عندي هنا ده ربع كيلو دقيق اسبونج جاهز. انا خدت منه معلقتين دقيق وضفت مكانهم معلقتين كاكاو خام اسباني زي ما حضراتكم شايفينه كده، ونخلته كويس وضفت كمان عليهم 3 بيضات. وكمان ضفت عليهم معلقة صغيرة محسن جل، وضفت عليهم معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل زي ما حضراتكم شايفين كده. وضفت عليهم كمان ربع كوباية من المية بمج الشاي العادي من الحنفية، وضربتهم كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا خدوا معايا حوالي 10 دقايق. طبعا لو في عجان هيبقى اسهل جدا، هتحطي كل المقادير فيه وتظبطيه على الميعاد هيخلص، على ما تكوني انت بتعملي حاجة تانية. وكمان بيعطي فوم عالي جدا للكريم شانتيه ولعجينة الاسبونش او اي كيكي انت بتعمليه. هو العجان مريح عامة. ان شاء الله هجيب عجان باذن الله وهعمل ريفيو معاكم عليه. ضربت طبعا كده بمضرب الكهرباء على سرعة عالية جدا، أسرع أعلى سرعة في المضرب. ضربته على 10 دقايق علشان ياخد معايا العجينة اللي هتشوفوها دلوقتي. وجبت صينية كده مقاس 18، بطنتها بورق زبدة. وجيت كده دهنت ورق الزبدة ده مادة دهنية، ونزلت بقى بالخلة بعد على العجين. ظبطت بقى كده من فوق لتحت، لان الخلة اللي بتعطيني الملمس اذا كانت العجينة ناحية عالية ناحية واطية. بسوي العجين في الصينية عشان ما تطلعش مميل معايا في الفرن ناحية عالية وناحية واطية. ادخله الفرن على درجة حرارة 180. طبعا نظبط الفرن قبلها ب5 دقايق. قعدت حوالي 45 دقيقة وطلعت بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا كنت مولعة الفرن من تحت بس. طبعا في اليوم ده كنت عاملة تورت تانية وكنت عاملة شغل تاني، فطبعا ايه الرخامة عندي ما كانتش يعني. كنت عمالة بحط الحاجات جنب بعضها كده، التورت جنب بعضها او الكيكات اللي انا عاملاها جنب بعضها. جيت كده بالمنشار بتاعي قطعت الكيك بتاعي. شايفين من جماله؟ والله من كتر ما هو اسفنج بقى يكسر معايا. بس كل ده ان شاء الله هنداريه وهنعالجه بالكريم شانتيه، وهيبقى معايا تورتيه جميلة جدا هتشوفوها دلوقتي. شايفين؟ جيت بقى جبت البورد بتاعتي وجبت قاعدة الكريم شانتيه، قاعدة اسفة قاعدة التورتة. حطيت عليها جزء من الكريم شانتيه عشان اثبت التورتة بتاعتي عليه. وجبت هنا نص كوباية من المية، عليها 3 معالق من السكر ومعلقتين من الجناش، ودوبتها كويس جدا. وجيت سقيت طبقات الكيك بتاعي. كل طبقة كنت بسقيها بضيف عليها الكريم شانتيه. كنت بحشيها بالكريم شانتيه بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا عملت معايا 3 طبقات. هنحط بقى الطبقة. طبعا هنحشيها هنجلسها كويس او هنحشيها كويس، وبعدين هنضيف الطبقة التالتة بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بحاول اساوي طبقة الكريم شانتيه
علشان تبقى متساوية معايا لمّا أحط الطبقة اللي فوق، ما تبقاش مميّلة معايا ناحية عالية وناحية واطية. طبعًا هي على ما نقلتها كانت اتكسرت زي ما حضراتكم شايفين كده، بس هتشوفوا بقى إحنا هنعمل معاها. طبعًا أنا رممت الجوانب بالقطعة اللي كانت مكسورة معايا بطريقة سهلة جدًا، وهابدأ بقى إن أنا أغلفها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. ما خدتش منّي وقت خالص، بالرغم إن المطبخ كان حَر جدًا، وما عنديش يعني تكييف ولا حاجة إن أنا أشتغل فيه، بس كانت طالعة كويسة وحلوة معايا جدًا. شايفين الكريم شانتيه كان سايح معايا جدًا بعد ما خلّصت تجليس عشان أكمّلها وأحُط عليها الجناش، حطيتها في الفريزر ساعة، باسويها كويس واسوي حروفها كويس جدًا زي ما حضراتكم شايفين علشان تبقى كلّها متساوية، ما يبقاش عندي ناحية عالية وناحية واطية، بالإسكافر كده وبقيت إن أنا أسوي الجوانب وأغلفها كويس عشان ما يبقاش فيها ديفوهات ولا أي حاجة. هاسويها كويس كده وهاجيب المنشار بتاعي، الترانش بتاعي آسفة، آآ أسوي بيه في الآخر. باحاول إن أنا ألم الجوانب كويس كده وأداري أي ديفوهات أو أي عيوب معايا، سهلة وبسيطة جدًا بس هي عايزة صبر، لمّا إيدِك هتتعود عليها خلاص هيبقى الموضوع سهل معاكِ. شايفين؟ جبت الترانش بتاعي بقى بدأت أساويها كده أهي، شايفين؟ سويتها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تاخد من اللي واقع في الجوانب وأسوي بالحرف معايا وماشية كده شايفين، ما شاء الله عليها كانت جميلة معايا جدًا وسهلة كمان. الكريم شانتيه معايا ما كانش بالجودة العالية عشان كده عذبني في شغل التورتة. أهو سويتها بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. لما تجيبي كريم شانتيه هاتي هايبر المتحدة أو ريتش، دول أنضف حاجة، بس أنا بقى لما طلبت من الراجل هو قال لي إن ده هايبر بس ما طلعش هايبر صراحة، عشان كده عذبني في التجليس، لو هايبر كان خلص معايا بسرعة. شايفين حضراتكم حطها في الفريزر بقى، طبعا حطيتها في الفريزر ورجعت ساعة وجبتها تاني، بدأت بقى نزلت عليها بجناش الشوكولاتة عندي كنت عاملاه، طبعًا نزل عليها ساقعة، مسك زي ما حضراتكم شايفين كده، المفروض إن هو يسيّل على الجوانب، هو ما عملش كده، هو مسك على أطرافها بقى طبعًا، وأنا عشان أفُكُّه شوية حطيت الكيس بتاع الجناش في مَيّة سخنة على النار، طبعًا سخّنت المَيّة وحطيته فَك شوية عشان أقدر أسيّل على الجوانب، وأقدر أعمل الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. عملت وردات بقى روزيتات كريم شانتيه، وجيت بقى في الجوانب الفاضية بقيت أملاها بالجناش بعد ما فكيته بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين؟ شكلها جميل جدًا وغنية جدًا بصراحة، الناس اللي خدوها قالوا لي إن هي كانت جميلة وطعمها جميل جدًا، ما شاء الله عليها، شايفين جمالها؟ يا رب النهارده تكون التورتية بتاعتي. بدأت بقى إن أنا أسوي جوانبها كده وأسوي الجناش في الأطراف علشان تبقى رايحة شكلها منسق وجميل، هي كانت صراحة حلوة جدًا، وعملتها بطريقة بسيطة جدًا وكانوا سُعدا بيها بجد. يا رب تكون التورتية بتاعتي عجبتكم وشغلي فيها يكون عجبكم، وإن شاء الله المرة اللي جاية نعمل أجمل ونعمل تورت أجمل ونعمل حلويات أجمل. يا أحلى متابعين في الدنيا باحبكم في الله، سلام عليكم ورحمة